التسعينات كانت هناك أزمة حليب في الجزائر، وقام الرئيس الراحل رحمه الله الشاذلي بن جديد وقال لهم سوف نحل أزمة الحليب وسنستورد البقر من هولندا، وإن شاء الله في بداية الألفينات الجزائر ستكون كلها بقر، وها هي بقر الآن الحمد لله الحمد لله. كيف قال يا أخي عيدها؟ كانت هناك أزمة حليب في الجزائر في التسعينات. في الجزائر هناك دائما أزمة حليب منذ نعومة أظافري وأنا أسمع حداء أيوة أزمة حليب. قال لهم لكي نفك هذه الأزمة سوف نستورد البقر من هولندا، وإن شاء الله في بداية الألفينات ستكون الجزائر كلها بقر، وراهم ولاو كلهم بقر الآن.